رياح، مدير مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات. اليوم حضرت معنا في المقهى الأدبي الرابع دورة الأديب الراحل جمال ولد العالم تحت شعار الأدب الحساني معالم حياة، واللي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز دراسات حساني بالعيون من خلال مديرية التراث وزارة الثقافة، واللي اشتغلنا عليها هذه السنة على موضوع مهم يتعلق بعلم من أعلام الصحراء واللي هو جمال ولد العالم، باعتباره جوهرا من جواهر الأدب الحساني. اشتغل على موضوع الطلل ومواضيع أخرى تهم الإنسان، وكانت يعني هذه المحطة من هذا المقهى الأدبي واللي هي المحطة الرابعة رحلة شيقة من خلال مداخلات مجموعة من الأساتذة وقراءات شعرية تمكننا من خلالها من الكشف عن ما يتضمنه شعره من شعرية إن صح التعبير، وكذلك من إبداع فيه العبارة وفيه الإشارة، فيه المعنى وفيه المدلول. من حقيقة إنها لا فرصة مهمة لنقف على مشهد جميل بحضور ثلة من الأدباء والباحثين وبحضور جمهور نوعي حل من مدينة بوجدور في هذا المقهى من أجل أن يسامرنا ويحضر معنا في هذا السفر المسائي الذي تنوعت فيه المشاعر بين مشاعر الحنين ومشاعر الإعجاب والروعة، خاصة بحضور الشاعر أبو فراس مبروك عبد الواحد الحاصل على الرتبة الثالثة في أكبر مسابقة للشعر بالعالم العربي، باعتباره يعني عضو في المركز وكذلك باعتباره من هذه الأقاليم، واللي استطعنا من خلالها أن يقدم لنا يعني تجربته ويقدم لنا قراءات شعرية صراحة رائعة فيها الكثير من الإبداع والجمال. صراحة قصائد اللي تتحدث عن نبض المجتمع، تتحدث عن حقوق الإنسان، حقيقة الإنسان وقيمته. كذلك على مستوى آخر من أهم التوصيات اللي تم الخروج بها هو بضرورة القيام يعني تجميع الكتابات جمال ولد العالم، خاصة يعني الجانب الشعري منها، لأنه حقيقة حاولنا البحث عن شخصيته، لقينا بأنه كذلك اشتغل في المجال الفقهي من خلال كونه كان يشتغل بفقه البادية وفقه النوازل، وهذا شيء يعني معروف بأنه جمع بين الفقهي والشعري، وهذا شيء معروف للإنسان في هذه المنطقة. ومن بين كذلك التوصيات ضرورة إطلاق اسمه على بعض المنشآت سواء إدارية أو تربوية وغير ذلك. وفي الختام لا يسعنا إلا نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في يعني تحقيق هذا وإنجاح هذا المقهى الرائع بكما وكيفا رائع بحضوره النوعي وكذلك بمداخلاته المتميزة وكذلك بالفضاء المميز الذي نشكر القيمين عليه. نشكر. اليوم نختتم برنامج شهر التراث لهذه السنة، سنة 2023، المنظم من طرف مركز دراسات الحسانية بدعم من مديرية التراث الثقافي وبشراكة مع مركز خبرة الصحراء للدراسات والتوثيق. هذا الندوة اليوم هي صراحة تخرج عن إطار الندوات السابقة سواء في السنوات السابقة بهذا فضاء هذه المقهى، والذي اختير له عنوان كبير وكبير جدا في ثقافة الصحراء، أو رجل من رجالات الصحراء الذين أبدعوا في هذا المجال، سواء في مجال الأخلاق، سواء في مجال التربية، سواء في مجال النصائح، وهو الأديب الراحل جمان ولد العالم، بعنوان أو جلسة أدبية بعنوان أدب الحساني معالم حياة. وكانت جلسة صراحة أبحرت بالحضور وبنا جميعا في مجالات الصحراء، سواء المجالات الفنية أو الإبداعية أو الجمالية أو الأدبية، وكانت مداخلات قيمة جدا من هذه الشركاء أو هذه الباحثين الدارسين قاموا صراحة بالبحث في حياة هذا الرجل وفي حياته الأدبية والعلمية. السلام. الليلة كانت ليلة في أجواء حميمية جدا، وخاصة بالنسبة لي بحكم أني أعود مجددا لهذه المدينة، مدينة بوجدور، واللي هي مدينة يعني قضيت فيها مشوار ليس بالقصير، على الأقل هو مشوار من العطاء في مجال التربوي. هي كانت يعني محفزة لملكة الشعر عندي. اليوم هذه الأمسية اللي تغطي هذه وتحتفي بشخصية بارزة في الأدب الحساني جمان والعالم، كانت فرصة للاحتفاء بهذا الأثر الكبير اللي تركه هذا الرجل، وكذلك لصلة الرحم مع هذه المدينة الجميلة اللي
يعني قضيت فيها ما كتب الله لي أنا أقضي قبل، وأتمنى إن شاء الله ما تكون آخر مرة أعود فيها للقائكم من جديد إن شاء الله.